هنتكلم النهارده عن الأسرة الأولى. الأسرة الأولى مشكلتها مشكلة وتأثيرها في التاريخ ملوش حدود. هي أول واحدة وضعت النظام الملكي، يعني الملك بيفضل حاكم البلد لحد ما بيموت. وعلى كده فضلت الأسرة دي ممتدة، قعدوا التمن ملوك على حسب أكثر المصادر اللي بتذكر، اللي هي 8 ملوك. ابتدت بالملك مينا وانتهت معانا بملك اسمه قاع، وفي نصهم كان في دن وجر، والاسامي بتاعتهم موجوده لكن اعمالهم مش ظاهره. كان اكتر ملك حاجته ظاهره كان مينا بالذات، مينا اللي هو موحد القطرين. مينا اللي كان ليه تاثيره واضح في العماره، ماشي، لان هو بنى اول مدينه اللي هي نسميها انب حج، اللي هي مدينه الجدار الابيض اللي احنا سميناها بعد كده منف. وبرضه كان هو اول واحد يضع اسمه، بالنسبه له ما حطوش في خرطوش، حطه في حاجه اسمها السرخ اللي هي واجهه القصر وكاتب فيها اسمه. ومش كده وبس، كان اول واحد يصور نفسه اللي هو الراجل اللي هو ماسك بتاعه كبيره كده في ايديه وبيدب العدو بتاعه ماسكه من شعره، ماشي، وبيدب حاجه على ايديه. وساعتها الصوره ديت فضلت في خيال المصري القديم على مدى العصور، من اوله يمكن اخر واحد لحد اخر ملك من الملوك كان كل مره بيصور نفسه بينتصر على الاعداء بنفس المنظر، اللي هو ماسك المقمعه وبينزل عليهم. يعني انت لو لقيتها في اي معبد من المعابد ما تقولش ده مينا، لا، هو كل ملك صور اللي هو بيهزم الاعداء بنفس المنظر. ومش كده وبس، هو لبس التاجين، مش لبس تاج واحد اللي هو التاج المزدوج، لا، كان في عهده لسه ما اخترعوش التاج المزدوج، فراح لابس ايه؟ راح لابس التاج الابيض ولابس التاج الاحمر. بس احنا عايزين نعرف بقى انهي بقى فيهم هو جاي منين؟ جاي من الصعيد ووحد مصر، ولا جاي من الدلتا وقدر يوحد مصر ساعتها؟ كان ساعتها بقى العمليه مختلفه. لكن احنا لما جينا في المنظر بتاعه اللي هو بيهزم فيها الاعداء فلابس التاج الابيض، فعرفنا كده اللي هو جاي من الصعيد وهزم رئيس الدلتا ساعتها، ومن ساعتها ابتدى توحيد مصر. وطول عمره المصري القديم معتقد ان بالنسبه له لو حصل فرقه في الشعب يبقى ديت فتره ضعف، وده اللي بيحصل دايما. لو انتوا فرقتوا ما بينكم وما بين بعض ده اللي بيكسركم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كانت ديت في ذهن المصري القديم، ووحده بيبحث عنها المصريين القدماء من بدايه التاريخ، من سنه 3150 قبل الميلاد او 3200 قبل الميلاد لحد يومنا هذا. كلنا ما بنفكرش في حاجه واحده بس، وحده الصف، وده اللي احنا عايزينه ان شاء الله وباذنك انت يا رب. كده الاسره الاولى بتاعتنا ابتدت من سنه 3150 قبل الميلاد لسنه حوالي 2900 قبل الميلاد، يعني قعد حوالي 250 سنه. تاثير عادي، قوه عاليه، بسم الله ما شاء الله عليهم، وربنا يستر علينا وعليهم يا رب العالمين. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله في الاسره الثانيه، واشوفكم على خير. وانتهت الاسره الاولى الفرعونيه. ولو اول مره تشوفني ما تنساش لايك وشير واشتراك في القناه اذا تكرمت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.